السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. فيديو لن تتخيله، لن يصدقه عاقل. تخيل كده، تلفزيون قناه النهار الجزائري بيعلن رسميا الجزائر تصرح باكل الحمير. يا نهار اسوح، باكل الحمير؟ والله العظيم. تخيل، تعالى ده انا هقول لك مفاجآت كمان لا يتخيلها عاقل. من فتره طلع قرار بتصريح باكل الحمير للعامه. يعني كده تخش عند جزار تقول له عايز ايه؟ حته بتلو، عايز حته فخده، عايز حته جناح، عايز بقى عكاوي اللي هو الديل بس من حمار. انا مش عايز الذبيحه اللي هي مثلا الجاموسه ولا لا، انا عايز الحمار. فين حقوق انسان بقى ولا حقوق حيوان ولا حقوق حمار؟ مفيش. طيب حصل بروباجندا وحصل قلق شديد جدا هناك. راحوا عاملين ايه بقى؟ تخصص على الاجانب فقط. يعني تصرح بقى رسمي، كان مثلا انت معلق كده طبعا الحمار قدامك وبتاكل حته، تقول له عايز حته عكاوي وكده ومشوي وعلى الفحم يقطع لك حته. بس مين اللي ياكلها؟ مش الجزائري، لانه احنا يعني الله يكون في عونه. اللي ياكلها الاجانب، السياح، الناس اللي خارج دوله الجزائر، يعني الناس اللي معاهم جنسيات غير جنسيه. يعني مثلا كان فعلا لما كان المنتخب المغربي هيروح قسطنطينيه في بطوله الشان كان هياكل لحم القطط. ما كل بقى ولايه ولا كل مدينه مخصصه باكل معين. اما بقى تخيل انت واحد مغربي ولا واحد مصري ولا شوف مين بقى اللي مشارك في بطوله افريقيا تحت 17 سنه اللي هتقام في الجزائر البطوله القادمه، تخيل مصرح لك انك تاكل لحم حمير. ما هو انت اجنبي. ايه ده؟ ده تعزيز للسياحه. فعلا الجزائر بتعزز للسياحه. فين بقى الناس؟ فين حفيظ دراجي؟ فين بن شيخ؟ فين الناس دي كلها؟ فين عارف مشاكره؟ ده مسانده للسياح. السياح تيجي تنهق. كفايه. بشكركم شكرا جزيلا ولا عزاء للحاقدين.